السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ هنعمل النهارده وصفة كلنا بنحبها. احلى انواع المحشي، مفيش حد بيختلف عليه، محشي ورق العنب. وهقولك على اسرار وتريك لو عملتيها هيطلع معاكي مظبوط وطعمه تحفة. وهقولك ازاي تعملي احلى واظبط تسبيكة للمحشي، وازاي تلفيه بسرعة وسهولة ويطلع معاكي طعمه رهيب. بس لو أول مرة تشوفيني أتمنى إن انتي تشتركي معايا بالقناة وتفعلي جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد، وما تنسيش اللايك والشير. يلا نبدأ بسم الله. أول حاجة ده عندي ورق عنب أنا جايباه وحطاه في الفريزر. أفضل وقت هتشتري فيه ورق العنب وتخزنيه أول ما تظهر البشاير بتاعته في السوق. ده أفضل وقت هتجيبي فيه ورق العنب، هتكون ساعتها الورقة هتبقى طرية وهتبقى طازة، هيكون لسه منشفش ولا حاجة. أفضل وقت ده هتخزني فيه، يعني تقريبا على نص شهر 3. وهتختاري الورقة اللي يكون حجمها صغير أو متوسط، بلاش تجيبي الورقة الكبيرة قوي، ويفضل تكون طازة ما تكونش بقى اصفرت ولا أي حاجة. ده أفضل وقت هتجيبيه فيه. أنا هنا حطيت عندي مية سخنة على النار وبجيبه زي ما انت شايفة متربط. المتربط بيسهل عليا كتير قوي وما بيفرطش منك، وتقدري بعد كده لما تيجي تقصي العنقود بتاعه يتقص على طول معاكي بالمقص على بعضه، ما ياخدش معاكي وقت كبير. يا دوبك بيتحط بس يتقلب تقليبه بسيطه وخلاص، مجرد ما لونه بيتغير ما تطوليش عليه عشان ما يتهريش منك. خلاص بطلعه، ولازم طبعا بحطه في ميه، لازم يتغسل يا جماعه، لان برضو بيفضل فيه زي تراب او رمل بسيط، لازم تغسليه كويس. بغسله كويس وبعدين بحطه اصفيه وابتدي اكرر العمليه. هتلاحظي هنا ان انا كل ما بطلع ربطه جديده لازم بغير الميه واحط ميه نظيفه تتغسل فيها، لازم يتغسل كويس عشان ما يبقاش فيه اي رمل او حاجه. بفضل كده لحد ما بخلص الكمية اللي عندي، وبرضو هرجع اغسله مرة تانية. لازم بتأكد ان انا غسلته كويس قوي مرة تانية بعد ما اخلص الكمية اللي عندي كلها. بصي هو ما بياخدش وقت، يا دوبك اللون مجرد ما بيتغير خلاص كده انا هنا خلصت الكمية كلها. هرجع احطها في مية نظيفة تاني اتأكد ان هو اتغسل كويس. طبعا انا بعمل الخطوه دي قبل الحشو بيوم، قبلها بيوم بالليل كده باجي اسلقه واحطه يتصفى كويس، لان طبعا هو لما بيبقى متصفي بيسهل عليكي ويبقى سهل جدا ان انت تحشيه ما يبقاش فيه ميه. فخلاص انا كده عاملاها اليوم ده بالليل، غسلته وصفيته. تاني يوم قبل الحشو بمسك الربطة على بعضها وبستخدم المقص اقص بيه العيدان، بيتقص على بعضه مش بياخد معايا وقت. بصي هنا بعد ما اتسلق انا بوريهولك وبفتحه، ما شاء الله بيلمع والورقه ناعمه وجميله ونضيف ازاي، ما فيهوش اي تراب ولا اي حاجه، وهو ده اللي احنا عايزين نوصل له. هبدا بقى اظبط التسبيكه واحضرها، اللي هي لو انت ظبطتيها هيطلع معاكي احلى محشي. اول حاجه عندي جبت بصلتين كبار وقطعتهم، يعني بفرمهم فرم ناعم كده بالسكينه، كده بقطعهم تقطيع صغير كويس. محشي حلو يعني عايز بصل، كميه بصل كويسه، خضره كتير، هيطلع معاكي والتوابل هتطلع معاكي احلى تسبيكه واحلى محشي. انا هنا قطعت البصلتين الكبار عندي، حله على النار وهبتدي اضيف الزيت. انا بستخدم هنا زيت مش هحط زبده، لان عندي شوربه بط هتبقى كده كده دسمه وتقيله، فانا مش عايزاه يبقى تقيل قوي. حطيت عندي هنا البصل على النار. البصل هحطه بس هيتقلب تقليبه بسيطه، مش عايزه لونه يتغير ولا ياخد اي لون، بس تشويحه بسيطه على النار وخلاص كده هيكون جاهز معايا. هبتدي اجيب عندي عصير الطماطم. انا جبت عندي هنا حوالي 12 طماطم، ضرباهم في الخلاط ومسبكاهم 3/4 تسبيكه، يعني سايبه لسه فيها شويه سوائل بسيطه. لو انت عندك طماطم لسه ضرباها وهتحطيها مفيش مشكله، بس انا بالنسبه لي الطماطم لما بتكون متسبكه بتنجز معايا على طول وما بتاخدش وقت معايا على النار. ضفت الطماطم عندي وهقلبها كده كويس مع البصل، وبعدين هبتدي اضيف التوابل. التوابل بقى اللي عندي ايه؟ معلقه كبيره من الكمون المطحون، معلقه من الفلفل الاسود المطحون، وهحط معلقه صغيره من الكزبره المطحونه، وهضيف عندي معلقتين كبار من السبع بهارات. دي من اجمل الحاجات اللي هتفرق جدا في طعم المحشي عندك، لازم تحطيها بتدي طعم جميل قوي. وعندي مكعبين مرق، بجيبهم كده بفرمهم كده وبحطهم، بيدي برضو نكهة وطعم جميل قوي للمحشي. وهقلبهم كلهم كويس مع بعض لما اتأكد ان التوابل كلها دابت كده والمكونات كلها تجانست مع بعض. اخر حاجة عندي هضيفها وهي معلقتين من معجون الطماطم، بتدي لون جميل قوي للتسبيكة وبتديها كمان طعم وريحة تحفة. خلاص كده التسبيكة بسيبها شوية بس
تتقل معايا وتتسبك حلو قوي. انا بوريكي ان انا سبتها شويه كده على النار تتقل مع بعض. ما شاء الله ريحه ولون وطعم تحفه، مش محتاجه تضيفي اي حاجه تانية خلاص. وبعدين هجيب عندي الخضره، انا مقطعه هنا شبت وبقدونس وكزبره. وما تستكتريش كميه الخضره، لا، المحشي اللي طعمه جميل لازم تحطي له خضره كتير. الخضره بتديله طبعا نكهه وطعم في منتهى الجمال. اهم حاجه عندك علشان التسبيكه تبقى مظبوطه معاكي، لازم تسبكيها كويس قوي وما يبقاش فيها اي سوائل. انا هنا حطيت الخضره، طبعا كانت منديه شويه، بستنى اقلبها شويه لحد لما تتقل وتتسبك معايا حلو. وبعدين هنا جبت عندي الرز المصري بتاعنا مغسول وضفته. وبرده هنا دي اهم نقطه، عشان تظبطي الحشوه بتاعتك لازم تاخد تقليبه على النار. اوعي تعملي المحشي وتقلبيه على البارد، اوعي، لازم يتعمل على النار وياخد تشويحة بسيطة كده لحد لما السوائل اللي فيه تبتدي تنشف ويتسبك حلو. خلاص كده الحشوة جاهزة عندك، ما شاء الله لون وريحة وطعم تحفة. هبتدي بقى احشي، بس طبعا في الاخر ضفت شوية زيت على تتبيلة المحشي اللي انا عملتها دي، بيديله كده لمعان وطعم جميل. هوريكي هنا طريقتين ازاي تقدري تحشي بيهم. انا هنا بتكلم على البنوته اللي لسه بادئه تدخل المطبخ او العروسه الجديده، وهقولك ازاي تحشيها بسهوله. هنا بحط الورقه، بحشي على الوش الخشن والوش الناعم هو اللي بيبقى بره. بفرد عندي الورقه، احط كميه الرز، وبعدين بقفل على الرز من كل الجوانب. بتقفلي كويس عليها، واهم حاجه وانتي بتلفي بتشدي كويس وانتي بتلفي علشان تطلع معاكي ملفوفة حلو وما تفكش منك، ويطلع ما شاء الله الصباع ملفوف كويس. انا هكرر تاني الطريقة قدامك اهو. بضيف شوية من كمية الرز اللي عندي، وابتدي اقفل من كل الجوانب كويس، وانا بلف بشد كويس يطلع معاكي الصباع ملفوف حلو وما يفكش منك. دي طريقة تانية اللي انا برضو بحب استخدمها، ان انا بلف على ايدي. انا بوريكي الطريقتين وانتي استخدمي اللي يريحك. بحط برضو كمية الرز وابتدي اقفل من كل الجوانب، وانا بلف بشد كويس علشان يتقفل حلو ويبقى متماسك. خلاص كده انا خلصت كمية المحشي اللي عندي وابتديت ارصها. اهم حاجة ما تسيبيش فراغات وترصي كويس. ما شاء الله شكله في منتهى الجمال، الصوابع كلها تقريبا مقاس واحد واتلفت حلو وما سبتش اي فراغات. اخر حاجة هضيفها عصير 3 ليمونات كبار او 4 ليمونات، بيديله مزازة ولون وطعم تحفة. هستخدم هنا شوربة البط، وقريب هنزل ان شاء الله فيديو ازاي لو عندك بط او لحمة ازاي يتشوح معاكي ويتسرق معاكي ويطلع دايب وطعمه جميل وتستفيدي منه باحلى شوربة. شوفي ما شاء الله الشوربة كان لونها عامل ازاي ودسمة وجميلة. الشوربة عندي هنا سخنة، ويا دوبك ضفت عليها بس الملح، اظبط الملح بتاعها، وبعدين ابتدي اضيف بالتدريج على المحشي واطمن ان هو كده وصل في كل جوانب الحلة. بضيف كمية الشوربة قد ايه؟ اول ما يبتدي الشوربة تظهر معاكي عند اخر صف في المحشي خلاص كده بتوقفي. كده انا خلاص ظهرت معايا، مش بغرقه خالص، هو يدوبك اول ما يبتدي يظهر خلاص كده جاهزة معايا. هبتدي بقى احطها على النار، بحطها على نار عالية عادي. اول ما هتبتدي تقلب معايا، انا هوريكي هنا خطوة خطوة. اول ما ابتدت تقلب ههدي النار عليها حاجة بسيطة، مش بوطي النار خالص، انا ههدي النار بس شوية. هتبتدي تقلب معايا لحد لما ابص الاقي الشوربه ابتدى يتشربها اهو زي ما انت شايفه. انا وريتك اهو ما ابتدى خلاص يتشرب الشوربه. هبتدي بقى خلاص كده هوطي عليه وهحط الصاجه او الشياطه اللي عندك وهتغطيه. خلاص كده ما بياخدش وقت على النار وبيطلع ما شاء الله تحفه. ما احتجتش احط عليه طبق ولا احتجت احط عليه اي حاجه تقله. لو انت ظابطه الرصه بتاعتك ولفه الصوابع كويس مش هيفك معاكي ولا اي حاجه. ما شاء الله حطيتها في طبق مرصوص ومظبوط وطعمه جميل، وده البط اللي قلتلك عليه. هنا هفتح معاكي الصوابع عشان اشوفها. ما شاء الله الرزة الواحدة بوحدتها مش مهري ولا اي حاجة، وكان بيتقطع معايا بسهولة. بصي الصباع ما شاء الله ما فكش ولا اي حاجة وبيلمع وجميل، وطلع طعمه في منتهى الجمال. خلاص كده المحشي جاهز يتقدم معاكي في احلى سفرة، في عزومة، في رمضان، لولادك. لو مشيتي على نفس الخطوات اللي قلتلك عليها هتطلع معاكي احلى تسبيكة، وهتلفيه حلو ويطلع معاكي يشرفك ويبقى طعمه في منتهى الجمال.
أتمنى يا رب الوصفة تكون عجبتكم، وانتظروني إن شاء الله في وصفات تانية جديدة. وما تنسوش اللايك والشير. شكرا ليكم.